الصفقة دي هي سرقة الموسم اللي محدش اخد باله منها نهائي. طبعا كله كان منشغل بانتقال ليونيل ميسي لانتر ميامي بعد رفضه لعرض الهلال وفشل البروبوزل اللي قدمه برشلونة للليجا في تسجيل ميسي. ده غير طبعا انتقال كريم بنزيما ونجولو كانتي لاتحاد جدة السعودي وانتقالات السعودية اللي بأرقام فلكية أول مرة نسمعها. ولكن محدش اخد باله نهائي بانتقال أليكسيس ماك أليستر من نادي برايتون نادي ليفربول بقيمة 35 مليون يورو بس. صفقة للاعب ممتاز من أفضل لاعبي نص الملعب في البريمير ليج الموسم اللي فات، وعشان كده يورجن كلوب اختاروا ان هو يدعم نص ملعبه بعد موسم مخيب للامال. وفي الساعات الاخيره ظهرت اخبار برفض كيليان امبابي تمديد عقده مع باريس سان جيرمان لعام 2025 واعلانه صراحه ان هو الموسم الجاي ده اخر موسم ليه مع الفريق. وعشان كده ناصر الخليفي بيحط كيليان امبابي في وش المدفع وبيقول له يا اما تقعد معانا لحد عام 2025 او تمشي في موسم الانتقالات الحالي. ففي رايكم ايه الوجهه